بالله المجازر التي سوف تحدث في السودان أنتم الذي سيتكبد الخسائر هذه وحتكتب على ظهوركم، لأنه المصريين لسه لحد دلوقتي بيكذبونا على حتى الأموات اللي توفوا 8 جزائريين. احنا عندنا حتى الصور بتاع الأموات دول. ده البيان الاول لتهديد، الرساله الاولانيه التهديد. هو طلع واحد تاني بيتكلم فيه، بس الغريب انه بيتكلم فيه بيقول ايه بقى؟ السياسيين عملوها ووقعونا فيها. ده هو اللي بيقول، محدش تاني اللي بيقول. هو بيقول السياسيين عملوها ونرفزونا وخلونا نتنرفز. طيب هو لما قال الكلام اللي قاله ده كان بقايله على لما بيقول المجازر اللي هتحصل في القاهره وفي السودان والحاجات اللي هتحصل دي، كان بيقولها بناء على ايه؟ بناء على الاخبار التي نشرت في الصحافة الجزائرية. وأنا آسف إن الصحافة تستخدم، حتى الصحافة استخدمت، يعني المسألة ما كانتش توارد. يعني إحنا ممكن نبقى هنا في خطاب إعلامي، ممكن ناس تتعصب شوية، تخرج شوية، ممكن واحد يخرج عن الخط شوية، إنما في الأول وفي الآخر في مسؤولية، في مسؤولية ضميرية ومسؤولية أخلاقية وفي مسؤولية وفي ميثاق شرف صحفي. يعني ما أقدرش تحت أي ظرف أكتب إن في حد مات في حتة ولا عمل حتة، بحرض شعب على شعب عشان اعمل خبر. ما اقدرش اشترك في حاجه دنيئه زي دي، لان ده خطر جدا. انما ده اتعمل هناك. الغريبه حتى هم بيعملوه خايبين، يعني واضح ان هم يعني حتى مهنيا خايبين. يعني انا لما اجي اكتب خبر غلط او اعمل خبر، هم طالعين يوم 15 في جريده الشروق بالراجل بتاع امبارح اللي احنا قلنا عليه، اللي كان نازل اللي بنامن على الانترنت من جريده الشروق، اللي هو اسمه مش عارف اس اي 16 ولا معرفش اسمه كده، في 16 واحد اسمه 16. عمركم شفتوا حد اسمه 16؟ رضا سيتا 16 مش عارف ولا ايه، او رمز كودي جايز. انما بيقولوا ان ده جايبين حوار مع رضا باعتباره انه حضر الماتش، وهو بيقول انه حضر الماتش واتضرب في الاستاد لما عمي، وان هو شافوا ازاي الامن المصري بيقلع الستات الجزائريات ملط، والرجاله المصريين بيتفرجوا عليهم. ده بيقول كده، هو اللي بيقول كده، ده يسيبك منه يعني. وبيقول ان هو شاف واحد اتضرب لغايه ما مات، وانه لقنوا الشهاده. شفت بقى، شفت التدين، شفت الايمان، لقنوا الشهاده. فعلى ما لقوا الشهاده، واكيد حطوا وجهه على القبله، واكيد صلى له ركعتين. وبعدين بيقول احنا رحنا بقى بعد صعوبه جدا، وطبعا بيقول احنا حجزونا في الاستاد فتره طويله. وبعدين بيقول رحت على الفندق، ففي واحده من الضرب اللي كلته الجزائريه، ده الكلام ده اللي مكتوب في الجورنال، اجهضت، وانه برضه قعدوا وشافوها وودوها وعملوا ايه مش عارف ايه والكلام ده كله. الاقوال اللي منشوره دي منشوره يوم 15، تاني يوم مباراه يوم 14. يعني الماتش كان يوم 14، الماتش خلص، احنا بدأ 7:30، قولوا خلص 9:30، وهم قعدوا. كان وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي، كان الفريق اللي هو بيخسر او المضيف ده بيقعد لغايه الجمهور الفريق الثاني ما بيمشي، فقعدوا حوالي ساعتين في الاستاد، يعني 11:30. وبعدين بقول رحنا علشان نروح هناك، الامن كانوا بيلخبطونا وبيعملونا. وبعدين شاف الراجل اللي قاعد يلقنه الشهاده، يعني المساله دي خدت منه قرب الفجر يعني. طب منين عملتوا ده؟ والجورنال طلع الصبح بيحكي الحكايه دي، والراجل في القاهره لسه، وهم كاتبين بيقولوا ان دخل علينا رضا سيتا 16 ده وقال لنا الاقوال دي، ووصفوا منظره انه لابس المؤكد طبعا من غير ما افكر. الراجل اللي جايبينه البغل اللي كانوا جايبينه بيقولوا عليه انه بيعمل الكلام ده كله، انه لا راح الماتش. وعلى فكره انا بعت النهارده عشان اشوف في الجوازات المصريه هل في تاشيرات دخول وخروج باسم هذا الشخص ولا لا. ده اكيد ما جاش اصلا. فتخيل لما في جريده كبيره جدا تنشر خبر، انا ممكن اقول خبر غلط اقع فيه، انما تنشر روايه من اولها لاخرها، وبعدين حتى مش عارفين يحبكوها، يعني يدكوا خيبه، مش عارفين يحبكوها. يعني الراجل اللي بيحكوا عنه لان الجورنال اكيد اتطبع الساعه 12 الساعه 1 عشان ينزل السوق الصبح يوم 15، اكيد اتطبع بالليل. ده كان رضا بيلقن الراجل الشهاده لسه في القاهره، وبيشوف الوليه اللي ولدت دي ولا اجهضت دي والبتاع. الروايه الغلط دي بصرف النظر عنها غلط، وان الفبركه غلط، وان هم خايبين حتى يعني حتى لما بيكذبوا خايبين في الكذب والكلام ده كله. انما الروايه ديت هي اللي خلت شاب زي اللي عمل بن لادن اللي هناك، اللي بيبعت رسائل كل شويه على الكليبات، الرسائل المصوره ديت، يقول احنا هنعمل مجزره في السودان.
ما اعرفش راح السودان ولا ما راحش. وبعد ما رجع فطلع الكليب نمره 2 اللي هتشوفوه حضراتكم، اللي بيقول فيه اللي حصل ده دي كانت لعب السياسيين. يعني كان اللي انا قلناه من الاول انه لم يكن ماتش كوره. وعلى فكره الماتش كوره ده انا قايل الكلام ده من قبل 14 بكتير، قلت ده مش ماتش كوره، خلي بالنا ان ده مش ماتش كوره. وقعدت حتى انا كنت واخد حمله تهدئه لا لسبب، مش عايز جمهورنا لان هيبقى فيه 80,000 في الاستاد، وسهل جدا في السلوك الجمهره ومع ممكن نتيجه معقربه يستثاروا، وهم ما كانوش عايزين اكتر من ده. ده غايه المراد من رب العباد بالنسبه ليهم، انك ترمي طوبه ترمي حاجه بالماتش اتلغى، وهم كانوا مجهزين. بدليل ان الاتوبيس اللي هو اتحرك من باب المطار 300 متر على ما راح هناك، والفيلم بتاع ضرب الطوب، وحتى لو عيال زقلوه بالطوب طبعا. هوريكم حاجه دلوقتي هتعرفوا بس الفرق بين المسائل كلها. الاتوبيس ده ما خدش 10 دقائق، الاتوبيس اتضرب هم بعد ما كسروه من جوه بالشواكيش بتاعت الامان دي. بعد اقل من 7 دقائق كان موجود الكلام ده على الانترنت، وبعد اقل من وقبل نص ساعه ما تيجي كان في شكوى وسط الاتحاد الدولي، وخلال ربع ساعه كانت الجزيره ما شاء الله ما في قلب الحدث، ما الجزيره في قلب الحدث اللي ضد مصر تلاقيها فريره. وفي السودان ما كانوش في قلب الحدث لانهم عارفين اللي هيحصل في السودان وعارفين الحكايه. فقال لك اصل الكرو بتاع التصوير سافر على الطياره، ما اعرفش الطياره امتى اللي طلعت بالليل ديت، سافر وممكن يبقوا محقين في هذا الكلام، ومدير المكتب نام بدري. الله، هو ده مش حدث؟ هو ضرب المصريين مش حدث يا اخواننا بتوع الجزيره؟ انما ده اللي حصل، ما علينا من ده. تعالوا بس نشوف الكابتن بن لادن في البيان الثاني بتاعه بيقول ايه. الجزائريين زندك العادة. تحياتي الخالصة لكل جزائري محض يحب البلد تاعو ويحيي البلد تاعو بكل روح رياضية من غير شغب ولا هدر النفوس، باسكو لأنه الأمر خرج عن طاقة السياسيين، هم شعللوها بس وسابوا الأمر للمشجعين. على فكرة الجزائريين اللي مسافرين للسودان مسافرين بشحنة مش ماتش كورة، لأنه في صحفي مصري نحييه قال إنه الجزائريين اللي راحوا مصر غير الجزائريين اللي جايين للسودان، واقترح إنه الماتش يتلعب من غير جمهور. اقول له انا انه المشكله مش في الماتش يتلعب بالجمهور ولا من غير جمهور، لانه الجمهور حيلاقي نفسه هو في السودان اصلا. المصريين لما يقولوا السودان وما يدخلوش الملعب حيروحوا فين؟ حيبقوا برا الملعب، والجزائريين لما ما يدخلوش حيتلاقوا برا الملعب، يعني حترجع حتى تصبح ساحه حرب، معركه، من بغض النظر عن. والفريق المصري والفريق الجزائري تلاقيهم امبارح متعشيين سوا في الاوتيل والله، واحنا بنغلف دمنا كده. نقول للاخوه الجزائريين يا رب يهدي النفوس، باسكو الامر خرج صح عن الطاقه تاع السياسيين. واحد المراه قالت انه ما فيش قوه راح تحبس الشعب الجزائري. قال لك حتى هيئة الأمم المتحدة ولا الجيش تاعو ما يقدرش يحبسهم، وده شيء طبيعي. الشعب شاف انه شعبه تحقر لما راح لمصر، تهان. النشيد الوطني تاعو اللي لحنته مصر صفروا عليه، والله العظيم شيء مؤسف، اقسم بالله غير شيء مؤسف. يعني وش نقول لكم خاوتي، ربي يهدينا. يا ريت من استاذ محمد، يا ريت تجيب لي اول جمله اللي بيقول السياسيين عملوها، لانه خدها في الاول ما هاتها واقطع وتعالى لي بس، او هاتها لي وانا معاك. يوتيوبر معكم اخوكم الجزائريين زندك العاده. تحياتي الخالصه لكل جزائري محض يحب البلد تاعو ويحيي البلد تاعو بكل روح رياضيه من غير شغب ولا هدر النفوس،
باسكو لأنه الأمر خرج عن طاقة السياسيين، هم شعللوها بس وسابوا الأمر للمشجعين. على فيد لما فيد عليه هو دلوقتي خلاص. السياسيين شعللوها، وهو بيقول الجماهير اللي خد فيها ده الراجل اللي هو كان بيعترف ان هيعمل لنا مجزره، وهو ده الراجل اللي هو بيقول صحفي مصري اللي عمل الاثاره. لا هو مش واخد باله زار يا بيقرا، ده زي رضا سيكا ده 16 ده زي رضا سيتا ده. على اي حال هو ده اللي انا عايز اقوله. ده كان ماتش كوره. يا ترى اخواننا اللي هنا او البعض اللي بيتصور ان هو ماتش كوره، يعني لسه فاكرين انه ماتش كوره؟ ماتش الكوره لو هو ماتش كوره ما كانتش جرايد هتكتب اخبار تقول ان في قتلى، لان ده ضد اللوائح، ضد لوائح الاتحاد الدولي. لان ده لما تكتب خبر زي ده معناها انك انت بتثير بتتحرض شعبك او بتحرض جمهورك على الاخرين، بتزرع في جمهورك كراهيه للاخرين، يعني بتعمل حاجات كتيره منافيه للوائح يعني.